مساء الخير. الفيديو اللي فات اتكلمنا على طريقة توزيع درجات الامريكان دبلومة، وعرفنا ان الدرجات اللي الطالب بياخدها في الامريكان دبلومة علشان يقدم فيها على الجامعة بتجيله من 3 مصادر. المصدر الاولاني هو درجاته في الجي بي اي اللي هي الجريد بوينت افريج، او درجاته اللي بياخدها من امتحانات المدرسة. ده المصدر الاولاني. المصدر الثاني الدرجات اللي بياخدها الطالب من الامتحان الخارجي اللي بيمتحنه بره المدرسة، اللي هو امتحان السات او الاكت او الاي اس تي اللي هو الايست. وفي كمان مصدر ثالث للدرجات لو الطالب عايش جوه مصر وعايز يدخل كلية قمة، لازم كمان بيمتحن امتحان اسمه ACT2 او EST2. تمام. طيب الفيديو بقى ده هنتكلم بالتفصيل على المصدر التاني للدرجات او اهم مصدر لدرجات الطالب في الامريكان دبلومة، اللي هو الامتحان الخارجي اللي هو امتحان تيست 1. تمام. طيب اتفقنا ان الطالب علشان يقدم الجامعة لازم يكون امتحان واحد من ال3 امتحانات دول. اول امتحان اللي هو امتحان ال SAT. تمام. وال SAT دي اختصار ل Scholastic Assessment Test، هنتكلم عليه بالتفصيل. او مش او يمتحن امتحان اللي هو ال ACT او اختصارا ل American College Test. تمام. وفي امتحان كمان اسمه EST، ده برضو خاص بس بالطلبة المصريين، يعني حتى كلمة EST اختصار ل Egyptian Scholastic Test. ده امتحان خاص بس بالطلبة اللي عايشين جوه مصر واللي هيقدموا في جامعات مصرية. هنشرح بالتفصيل كل حاجة، هنشرح لو كل طالب عايش فين يقدر يدخل ايه، وايه هي الاوبشنز اللي عنده، ولو طالب عايش بره مصر وعايز ينزل يمتحن في مصر. كل الحاجات دي، كل الاسئله دي انا كاتبها عندي وهنجاوب على كل الاسئله النهارده. تمام. طيب خلوني ابدا بالسات او الاس اي تي. اتفقنا ان الاس اي تي اختصار ل Scholastic Assessment Test. ايه Scholastic Assessment Test؟ الاس اي تي ده امتحان بيتبع منظمه في امريكا، منظمه امريكيه اسمها الكوليدج بورد، هي المسؤوله عن انها تعمل امتحان الاس اي تي ده وتعمله لكل الطلبه في العالم كله. تمام. يعني مش بس الطلبه اللي عايشين جوه امريكا، لا، الطلبه اللي عايشين في العالم كله او في او في معظم الدول حوالين العالم يقدروا ان هم يمتحنوا امتحان الاس اي تي. طيب نفس الكلام الاي سي تي هو برضو امتحان يتبع نظام او مؤسسه امريكيه بتعمل امتحان. هو يعني نقدر نقول ايه، ان الاس اي تي والاي سي تي هم منافسين او امتحانين منافسين لبعض. تمام. يعني بقى لهم سنين مع بعض بينافسوا بعض. في طلبه بتحب تدخل امتحان السات، وفي طلبه تانية بتحب تدخل امتحان الاكت. تمام. ده ليه مميزات وعيوب، وده ليه كمان ليه مميزات وعيوب. ففي طلبه على حسب ما هو متعود او على حسب ما هو جرب مثلا امتحان قبل كده فيهم ولقى ان هو مناسب ليه اكتر، فبيختار السيستم او نظام الامتحان المناسب ليه. طيب انا في الفيديو ده هقارن ما بين كل امتحان والتاني. طيب لو تلاحظوا انا مش هتكلم كتير عن الاي اس تي، هتكلم عنه بس. الاي اس تي ده لما اجي اتكلم عنه ده سبيشال كيس خاص بالطلبه اللي عايشين جوه مصر وهيدخلوا جامعات مصريه، لان الاي اس تي مش معترف بيه غير جوه مصر بس. تمام. طيب خلينا اول حاجه نتكلم على الاس اي تي. طيب لما نيجي نقارن اول حاجه هنقارن هي السبجكت لكل امتحان من الامتحانات دول. طيب يبقى اول حاجه السبجكت. امتحان السات او الاس اي تي بيجي في الماس والانجلش، ماس اند انجلش. اوكي. طب امتحان الاي سي تي او الاكت، امتحان الاي سي تي بيجي كمان في الماس وكمان في الانجليش، وبيجي بارت منه بيجي في الساينس، بارت صغير جدا بيجي
في الساينس. تمام. طيب امتحان الاي اس تي، امتحان الاي اس تي ده امتحان شبيه جدا لامتحان الاس اي تي. الفكره كلها ان امتحان الاس اي تي او السات من حوالي 4 سنين اتمنع في مصر زي ما حضراتكم عارفين او زي ما حضراتكم سمعتوا. فالحكومه المصريه قررت انها تعمل نظام امتحان بديل للاس اي تي يكون جوه مصر، فعملت نظام الاي اس تي. يعني استنسخت بالظبط امتحان الاس اي تي وعملت امتحان تاني خاص بالحكومه المصريه اسمه اي اس تي. تمام. طيب فاذا امتحان الاي اس تي نفس السات بالظبط، هو بيكون في الماس والانجليش بس، ماس and English. إذا أنا أقدر أقول إن الثلاث امتحانات تقريبا بيكونوا في الماس والإنجليش بس، ما عدا يمكن ال ACT هو الوحيد اللي فيه بارت صغير بيبقى في الساينس. تمام. طيب يبقى دي أول حاجة السبجكت. تمام. طيب تاني حاجة هتكلم عليها في المقارنة، هتكلم على ال availability. فين الامتحانات دي متاحة فين؟ هل هي متاحة في العالم كله، في دول العالم كله، ولا متاحة في دول ودول لا؟ طيب مبدئيا كده الامتحانات كلها متاحة في كل دول العالم. تمام. يعني ال SAT متاح، بنقول عليه worldwide. موجود، يعني مش هنقول في كل دول العالم بس على الأقل في الدول اللي احنا تهمنا، أو الدول اللي احنا يعني غالبا كل الطلبه اللي بيتفرجوا على الفيديو ده هيبقوا من الدول اللي فيها امتحان الاس اي تي موجود. تمام. طيب المشكله زي ما قلت لحضراتكم ان الامتحان ده من 4 سنين اتمنع في مصر لمشاكل معينه، مش يعني مش ضروري نتكلم عليها دلوقتي، بس الامتحان ده كان موجود لغايه تقريبا سنه 2020 واتمنع من مصر. فبنقول ان هو موجود في كل دول العالم except Egypt. الامتحان ده حاليا غير متاح داخل مصر. طيب هل هيرجع تاني؟ بيقولوا يمكن احتمال واحتمال لا، بس غالبا هيرجع تاني. لكن حاليا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده لا، الامتحان ده ممنوع من مصر. اوكي تمام. اذا لو انا طالب عايش مثلا في الاردن، في دول الخليج، في امريكا، في اوروبا، انا اقدر امتحن امتحان الاس اي تي او السات. تمام. ما عدا لو انا عايش جوه مصر للاسف حاليا مش هقدر امتحن الاس اي تي، وعشان كده عملوا مكانه بديل اللي هو الاي اس تي. هنتكلم بعدين. طيب هنيجي للاي سي تي. الاي سي تي وورد وايد ده متاح في كل مكان، سواء بقى انت عايش جوه مصر، عايش بره مصر، عايش في الخليج، عايش في الاردن، عايش في لبنان، عايش في اي مكان هتقدر ان انت تمتحن امتحان الاي سي تي. طيب بالنسبه للاي اس تي ده available in Egypt only in Egypt. تمام. ده available اذا امتحان الاي اس تي او الايجيبشن سكولاستيك تيست ده امتحان خاص بس بالحكومه المصريه، عملته للطلبه اللي عايشين في مصر اللي هيدخلوا جامعات مصريه، فقط جامعات مصريه. لكن لو انت امتحنت الاي اس تي وحبيت تسافر بره وتقدم على جامعه بره مصر، هيقولوا لك سوري احنا غير معترفين او مش معترفين بالامتحان ده. تمام. عشان كده الامتحان ده available only in Egypt. تمام. طيب ايه النقطة الثالثة اللي احنا ممكن نقارن بيها ما بين الثلاث امتحانات دول؟ خلينا مثلا نقول مثلا الاكزام ستايل. تمام. الاس اي تي امتحان ديجيتال. يعني ايه ديجيتال؟ ديجيتال يعني الامتحان بيجي على كمبيوتر، الطالب بيروح سنتر معتمد معين، بيقعد قدام جهاز كمبيوتر وبيجي له الامتحان على الكمبيوتر. نفس الكلام الاي سي تي ديجيتال
ونفس الكلام ال EST كمان بقى ديجيتال. يبقى إذا الثلاث امتحانات كان الأول زمان بيجوا على بيبر، بتروح بتمتحن في ورقة وقلم، لكن الامتحانات كلها اتغيرت بقت امتحانات ديجيتال. تمام. طيب هنقارن كمان ما بين الوقت، التايم بتاع الامتحانات دي، وقت الامتحانات وعدد الأسئلة لكل امتحان. هنشوف ده في الفيديو الجاي.